حياك الله أختي. يا شيخ أنا حلمت قبل يوم عرفة. حلمت إني داخلة بيت أهلي القديم، بيتنا القديم يوم كنت صغيرة. ويوم دخلت يسار الحوش، في الحوش كان في قبرين. في الحوش عندكم في القبرين البيت؟ هذه أي في حوش بيت أهلي القديم. أها. نعم. آه على يساري كان في قبرين طويلة نحيفة، والحوش كله حجر، لكن جنب ذا القبرين فيه تراب، يعني كأن أنا حطيت في بالي إنه قبر ثالث. مشيت من عنده ولقيت حرمة كبيرة سن شكلها أنت عزبانة مخيف. زوجة؟ متزوجة. يا كم؟ لقيت حرمة يعني شكلها مخيف، كأنها تعبانة متهالكة، لامة رجولها طويلة شوي، وكأنها لامتها على صدرها ومنزلة راسها، وجنبها واحد مشهور. وأنا مستغربة من الوضع، وأسمع صوت أحد يتكلم. لفيت على القبور، قال الرجال هذه هي اللي تكلمك، وأنا ما كنت أدري هي وش قاعدة تقول. المهم إني دخلت بيتنا جوا، وكانوا في عيال ذا المشهور فرحانين إنهم شافوني، يبون يشوفون ولدي. بس صحيت. أنت حضرتي القبر الثالث؟ كيف؟ أنت يعطيك العافية. كم أولادك؟ أطفالك كم؟ واحد بس. كم لك متزوجة؟ 3 سنين وشوي ما رزق يعني يمكن ما رزقتي بغيره؟ لا والله. الوالد والوالدة كلهم أمورهم طيبة، متوفين ولا حيين؟ لا حي. يا رب يحفظهم لك. البيت هذا من كان ساكنه؟ أنا وأهلي. البيت القديم اللي كان ساكنه من؟ أنا أبوك وأهلي. وأمك؟ طيب. إيه، أبوي وأمي وإخواني، وكانوا يعني إخواني من أبوي بعد. المنام متى رأيته؟ قبل يوم عرفة، لأني أنا كنت مستمرة على الرقية. تعرفين إخوانك وأهلك زين لو سألتك سؤال؟ أشقائي. كل اللي في البيت كانوا هالقديم ذا تعرفينهم كلهم لو سألتك؟ تقريبا. تعرفين خاصتهم وتكون صادقة لو سألتك عن سؤال؟ أي عادي. من هم اللي ما يصلي؟ تقول صراحة، اعتذري إذا ما بغيت والله تجاوبين، قولي اعتذر. يعني الصدق أنهم 3. نعم. 4 بس واحد توفى الله يرحمه. نعم. أيوه. شفتي الثلاثة؟ شفت القبور؟ بس واحد كان صغير، كان عمره في الأشهر، تو مولود، يعني أنا أتكلم بالإجمال. 2، واحد كان بعد يعني صغير، يعني كلنا أصغر، يعني صغار. أنا طلعت من وأنا عمري 9، وأنا كنت يا أختي أكبرهم. سمعت الكلام ولا لا؟ الآن طيب. من هو اللي ما يقوم يصلي فيهم؟ لا. 2. ذكريهم بالله تبارك وتعالى، خوفيهم بالله تبارك وتعالى. والله ما ينفع أحد إلا والله يا الصلاة. شيخ إني قالوا أقول لك العلماء، اسمع. العلماء قالوا الأركان الإسلام 5، ركنان تمام لا يستقيم إسلام العبد إلا به، اللي هي الشهادة والصلاة، و3 أركان تمام، يعني حتى لو قصرت فيها تحاسب تدخل الجنة. لكن ما يقوم إسلام العبد إلا على الصلاة والشهادة. طيب يا شيخ، يعني هو ما يخص الموت؟ يا الله، تدرين ترك الصلاة أنه أمر عظيم. أدري يا شيخ، أنا والله فاهمة، بس أنا أخاف لهم الله لا يقول يموتون هم كذا. طيب ما دام انك عارف ان الله تبارك وتعالى ان قبض الارواح باي لحظه يقبض العبد، لماذا الناس تجتهد في العباده وتكثر الصدقات مظنه انه باي لحظه يموت؟ صح ولا لا؟
صح والله، بس أنت تدري يا شيخ العيال ما ينقدر عليهم، يعني حتى لو لا تكلمت ما يسمعون مني. والله ذكريهم إني بالله، أتكلم. ذكريهم طيب بالله. الحرمة يا منامك شيخ. هذا، شفتي منامك هذا؟ أي. خذيه واعطيه اخوانك وامك وابوك وقولي ترى هذا منامي وهذا تعبير ابو الياس، قال عندك وناس في بيتكم يصلون في البيت. قلت له اخواني اثنين، ما كذبت عليه، فلعلهم يلحقون عمرهم قبل ان تقبض ارواحهم. من الاخير اعطيك اياها، قبل ان تقبض ارواحهم. الصلاه. صدق ما الله قصر. فيك. الله يجزاك خير. الله المستعان. هو هذه المنامات تحذير لهم، لان